في حد كتب لي كومنت وسألني انت ليه ما بتصورش في العقارات وتعرض لنا صور وفيديوهات للشقق والفلل اللي عندك. انا قلت له هرد عليك في الفيديو اللي جاي عشان يتابعني. اولا نسبة كبيرة من الفيديوهات بتاعة العقارات اللي البروكرز معظمهم بيصوروا فيها هي بتكون شقق العرض او فيلا العرض اللي عند المطور او الشقق ابارتمنت، بمعنى انها بتكون شقق وفلل مجرد مثال للكواليتي وللتشطيبات اللي المطور هيسلمها، يعني مش الشقة الحقيقية اللي انت هتشتريها. حتى لو شقق اعادة بيع، شقق اعادة البيع ما بتقعدش في السوق كتير، اسبوع اسبوعين ثلاثة وبتتباع وبتمشي، فانت ايه الغرض انك تشوف حاجة هتيجي مش هتلاقيها. ثانيا اكتر من 50% من المبيعات بتكون على حاجات تحت الانشاء، مش حاجات جاهزة. يعني انت محتاج حد شاطر معاك على الورق مش في شقة العرض. هستفاد ايه لما اروح اشوف شقة عرض واو مبهرة لكن الحاجة اللي انا بشتريها هي حاجة غير تماما. شقق العرض بتكون محتاج حد فاهم يشرح لك اللي اوت على المخطط بتاع المشروع. اقول لكم بدون ذكر اسماء، كان في مطور في السوق كان عامل شقة عرض مساحتها 2000 قدم على اساس انها 2 بيدروم، وكانت الشقة اللي بيبيعها اللي زيها بالظبط اللي على اساس اللي هي نفس السعر كانت 820 850 قدم. وعملاء كتير بتقع في الفخ ده لما بيكون معاهم بروكر مش امين او راحوا واشتروا لوحدهم من المطور من غير ما يكون معاهم حد ينصحهم. وانت جاي تشتري عقار ما تخليش شقق العرض تكون هي الفيصل في قرارك. حدد هدفك قبل ما تشتري وقبل ما تبدأ خطوات الشراء بتاعتك، وخلي دايما معاك بروكر شاطر واسأله واستشيره عشان تاخد القرار الصح. اذا محتاجين اي استفسار ما تتردوش ان انتوا تتواصلوا معايا او ابعتولي على الواتساب. شكرا، مع السلامة.